سلام عليكم. جاي احكي لكم قصه مأساويه بعتها لي احد اصدقائنا ومتابعينا على الصفحه. مشكلته ان هو قضى سنين عمره في الغربه فوق ال 30 سنه، ولما كبر في السن وبقى فوق ال 60 قال ارجع بقى اعوض تعب السنين واقعد واخد حبه حنيه من ولادي. هو عنده ولدين وبنت، لما رجع لقى الكبير 3/4 الفلوس اللي كان بيبعتها في تحويلات اشترى بيها مزرعه، والمزرعه ما بتكسبش وعايز يعمل فيها بيزنس مان. ولما يقول له يا ابني انزل دور على شغل يقول له لا انا ماليش في الوظيفه، هو ما بيصحاش غير 4 العصر. الولد الصغير اشترى عربيه فوق ال 200,000، لكن العربيه على طول عطلانه اتدبس فيها، وكل شهر يطلب منه 10 15 20,000 على ايه عايز يصلحها. قال له يا ابني خلاص انا مش متغرب، انا قاعد جنبيك وخد من التل يختل. لكن الولد ما سمعش الكلام وابتدى يخاصمه وما يتكلمش معاه. تيجي للبنت الصغيره اللي كبرها وعلمها وعمل لها احسن فرح وجوزها احسن جوازه، دلوقتي يوم ما بيحتاجها معاه في مشوار للدكتور بحكم السن انه عايز يتابع صحته يلاقيها مش جنبه وتبعت لاخواتها اصل انا مشغوله، والولاد ينفضوا لبعض ويرموا على بعض. لقى نفسه على حد تعبيره قاعد وسط ولاده وحيد، بقى ندمان مش عارف يعمل ايه. بيقول لي ارجع تاني اتغرب ولا اشوف حياتي وابتدي استمتع باللي فاضل وابتدي اقفل عليهم حنفيه الفلوس يمكن يتربوا، ولا اكمل زي ما انا كنت شغال معاهم وربنا يعوض على السنين اللي راحت في الغربه. والله ما عارف اقول لك ايه يا صديقي، فعلا الموضوع محير. كبروا على ان انت تغير من سلوكياتهم وتربيهم، لانه كانوا محتاجين لك في وقت من الاوقات سند ليهم في وقت الزنقه، اب رشيد يديهم حكمه. لكن دلوقتي هم خلاص اتعودوا ان بابا بنك فلوس. ولا اقدر اقول لك كمل حياتك، لان في الاول في الاخر دول ولادك، ما نقدرش نقول انك تكمل حياتك وتسيبهم ما تضمنش يعملوا معاك ايه، لان يا دوبك بس لما ابتديت تنشفها عليهم ابتدوا هم كمان يدوك جهد واسى. هي دي القصه اللي قلت احكي لكم عليها. الراجل فعلا محتار. قولوا لنا في تعليقاتكم انتوا شايفين ايه الحل. كتير من اللي بيتغربوا بتبقى دي اكبر مشكله بتقابلهم، عدت السنين ولا ينفع يرجع يغير الامر ولا يربي عياله تربيه غير اللي رباها، ولا يقدر يقفل عليهم الفلوس لان اتعودوا على معيشه معينه. ربنا يصلح حالي وحالكم ويبارك في ولادنا ويسترها على اي حد متغرب ويحافظ على الحنيه اللي في قلبنا. سلام عليكم، تتمسوا بالعافيه.